السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. ربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. المعذرة، هذه إعادة لقصة عيد بن مربح الرشيدي بسبب انقطاع بعض السنوات. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عيد بن مربح الرشيدي صاحب قصيدة يا المور خذ خانة الخامس من اليمنى تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانة. عيد بن مربح شراله مور بالتقسيط كل شهر 5000. المهم انه يقصد شهريا 5000، يشتغل في المور، ما جاب من فوق 5 له، ومن 5 وجاي للديان. الله. عيد بن مربح ماخذ له 2 بالتقسيط، وبايعها ومقدمها دفعة أولى في المور. المهم من عيد بن مربح ظل يشتغل على ذا المور ويطرد رزقه، والمور انجاب له 30,000 10,000 ياكلها، صيانة وما صيانة، وكفرات ما كفرات. الله. فحل عليه الوعد حق سداد دين الدداسن هو ماخذها من عيال عمه، 2 من عيال عمه ماخذها منهم. ويوم حل وعد هلا والله الرجال ما عنده استطاعة انه يسدد. فقال انا بطلع من الديرة ولاني براجع للديرة ذي الين وفيهم. طلع طول الله عماركم. يوم طلع من الديرة عنده ولد اسمه غريب، عمره 3 سنوات يمكن. الله. طلع من الديرة وظل يشتغل، وجاء يوم من الأيام والأخلاق قد هي قافلة، والشوق واصل حده، مشتاق لعياله ولهله. سوى القصيدة اللي يقول فيها يا المور خذ خانة الخامس من اليمنى تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانة. والله هل تندموا حنا ما تفاهمنا، مدام ما يقوع ما عقبت قلبانه. البارحة مع 3 أيام ما نمنا، مكينتك تشتغل والعين سهرانة. لا تشكي الوقت حنا الوقت ظالمنا، دليل ظلمي تراك تشوف برهانه. الندبرة شدنا يروي محازمنا، نروي بدلون يضيع ما شقانه. والنادي يقرب قريب ولا يكلمنا، يبين واسم الغضب بطراف حجانه. هذا لا صار اللي بيد الرجال قليل، ترى ما له قابلية اننا عند العرب وش ما كان فعله. والنادي يقرب قريب ولا يكلمنا، يبين واسم الغضب بطراف حجانه. والنقبلت خصمنا يقضي لوازمنا، والنقبلت خصمنا يقضي لوازمنا. صداقته تستحل بيوت عدوانه. عز الله إنا من الدنيا تعلمنا درس صعيب على التلميذ نسيانه. يلا تجيب الرفيق اللي يعلمنا أبنشده عن غريب، وحال عربانه يبين الشوق لولده. يلا تجيب الرفيق اللي يعلمنا أبنشده عن غريب، وحال عربانه لولاه في بيت جدانه محطمنا يوسع صدري عليه ببيت جدانه. لو قصدنا البعد مرينا وسلمنا، مير البلا شوفة الديان ديانه. الله. اسمعوا بالقصيدة عيال عمه اللي مدينينها الدداسن، اسمعوا بها. وعيد بن مربح جاء للديرة يبي يشوف أهله وعياله، ويبي يسدد الدين اللي عليه لأهل الدداسن. يوم وصل والله ان عيال عمه 2 اللي مدينينها الدداسن قدامه في البيت. قالوا انت وش اللي مجليك عن الديرة؟ قال
الشغل وما الشغل. قالوا لا، اللي مجلك الدين هسمع الكلام اللي زبدته فيه، تراه يحرم علينا، حرام البنت على ابوها، ولا يقضينا اياه الا غريب، اليوم انه كبر غريب يقضينا اياه مرة. الله 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 الله. عيد بن مربح استحى من الرجال اللي فعلهم طيب، فصار يشتغل ويجيب الدراهم ويعطيها غريب ابو 3 سنين، اللي عمره 3 سنين او 4 سنين في ذا العمر، يعطيها اياه ويخليه يوزعها على الديانة. الله الله. هذه قصة الشاعر عيد بن مربح الرشيدي، الله يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. إن شاء الله أنها تنال إعجابكم، وانقصر شيء فعذرونا، ما كامل إلا وجه الله، ودعمكم لا تخلوني منه، والله يحفظكم ويرعاكم واستودعتكم الله.